رمضان زمان الراديو المصري، الإذاعة المصرية والإذاعة والتلفزيون كانوا بيجيبوا إيه في رمضان زمان؟ قبل ما نبدأ الكلام هنصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أهم حاجة قراءة الشيخ رفعت قبل الأذان ورفعوا لأذان المغرب. كده بقى رمضان بنسايم رمضانية جميلة. طيب وفي ايه غير كده؟ غالبا هو بقى في الشرق الأوسط بس. في غير كده احنا هنجيب حاجة واحدة بس كانت بتيجي في رمضان. ايه هي؟ فيلم العصر. وايه المشكلة ما بيجي افلام طول النهار؟ لا 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 لا. كان زمان زمان في قناتين بس، الاولى والتانية، بيجيبوا حد وخميس بس دول افلام العصر. لكن بعد كده الافلام بقت كتير، فكان كل رمضان يجيبوا لنا 30 فيلم ابيض واسود نقعد نتفرج عليهم العصر. طبيعي كنا حافظينهم لكن كنا بنستمتع بيهم جدا، وحتى لغاية لما يجوا دلوقتي نتفرج عليهم ونضحك ونقول أفلام رمضان زي عنتر ولبلب. طيب دي الأفلام بتاعة العصر. كان بيجي إيه في المجلة بتاعة الإذاعة والتلفزيون؟ كان بيقولك القصة بتاعتها أو الملخص بتاعتها، أفلام الأسبوع. هيجيبولك إيه أفلام في رمضان بين النجوم بتوع رمضان بتوع الإذاعة والتلفزيون. سواء نجوم الإذاعة أو نجوم التلفزيون، إيه رأيكم في فكرة فيلم العصر؟ سلام.